والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بينا النهارده باذنك يا رب نعمله مع بعض بانيه سريع بتتبيله مميزه، وبتبقى تحفه تحفه تحفه. لو انتوا جربتوا الطريقه دي مش هتعملوا غيرها. مبدئيا انا معايا هنا زي ما انتوا شايفين دي كوبايه حليب. عندك عايزه تستخدميها بلبن رايب تحفه، عندك زبادي هتبقى تحفه. انا هنا هعمل ايه؟ ده معايا هنا كده كوبايه حليب زي ما انتوا شايفين. هنزل عليه بمعلقتين خل. الخل هنا غرضه ان انا عايزه اللبن بتاعي يروب. دي بقى بتدي حته البانيه بتاعتك طراوه، بتخليها ما شاء الله الانسجه بتاعتها طريه، بتدوب معاكي بسرعه، ما بتحسيش ان الصدر بتاعك ايه ناشف. ده بيخلي لك الصدر ما شاء الله بتاكلي حته البانيه بتدوب في بقك. تمام. هنا زي ما قلت لكم معايا هنا كوبايه الحليب، حطيت عليها زي ما انتم شايفين كده ايه معلقتين خل. هسيبهم 5 دقايق عبال الحليب معايا ما يتقل شويه. تمام يا حبايبي. عبال ما اسيبهم هقول لكم معايا. بصوا بصوا زي ما بقول لكم الحليب معايا هنا بدا يتقل اهو زي ما انتم شايفين. لو كل ما هتسيبيهم كل ما الحليب بتاعك هيتقل. ماشي. هنا بقى معايا التوابل بتاعتي ايه؟ معايا فلفل اسمر، معايا جنزبيل، معايا قرفه، معايا رش كل حاجه ربع معلقه صغيره من دول، معايا كزبره ناشفه، معايا توم باودر، معايا بصل باودر، معايا هنا بهارات فراخ، معايا هنا زعتر، معايا ملح. مع الزعتر بيبقى تحفه في اي حاجه فيها تتبيله للفراخ، جميله يا بنات جربوها. معايا برضو ايه سنه صغيره من الروزماري، ما تكتروش يا بنات. اهو بصوا هنزل بقى بالتوابل اللي معايا دي، وجربوا التوابل اللي انا حطاها دي في تتبيله البانيه بتبقى تحفه. جربوا التتبيله دي، يعني دي غير البصل المبشور والطماطم المبشور في البانيه. دي بتبقى تحفه تحفه تحفه، بتغير طعم البانيه، بتديكي طعم بانيه تحفه. بصوا يا بنات هنا الخليط بتاعي بدا يتقل اهو زي ما انتم شايفين. هنزل عليه ببيضه واحده، ببيضه واحده مش اكتر اهي. بصوا بيضه واحده اهي اهي. وده بقى هيبقى الغلاف اللي هنغلفه بيه ايه البانيه اهو. بصوا كله مع بعضه اهو. ريحتها جميله التتبيله، جربوها جميله. بصوا زي ما انتم شايفين. هحط كمان بس معلقه خل لان حاسه ان الخل ما كانش يعني. ريحه التتبيله مع الخل مع التوابل تحفه يا بنات. ايه قطع بانيه باي هنا ده كان معايا نص كيلو بانيه. كل ما هتزودي بقى في التتبيله. بصوا انا غسلاه ونقعاه وجميل. بصوا اهو. هبدا بقى ايه هنزله في التتبيله دي. ويا سلام بقى لو عملتيها من قبليها بليله هتضمني طعم تحفه تحفه تحفه. ما عندكيش وقت يعني اقل حاجه تقعديها ساعه في التتبيله عشان خاطر الفراخ بتاعتك تشرب من التتبيله الحلوه دي، تبقى طعمه كده وجميله ومتحيقه وجميله. الفراخ تبقى معاكي طريه وجوسي وحاجه كده تحفه. وانتوا ان شاء الله لما هتجربوها هتعرفوا رايكم وهتقولوا لي رايكم في التعليقات. التتبيله دي بتبقى احلى كتير من اللي هي البصل اللي ميه البصل وميه الطماطم، واخف احلى واطعم واخف، وبتديكي نتيجه تحفه. بصوا هتغمسوا بقى كده الفراخ في التتبيله الحلوه دي، وهتقعدوها قلت لكم اقل حاجه ساعه عشان خاطر التتبيله بتاعتك الفراخ بتاعتك تشرب من التتبيله كويس اهو زي ما انتوا شايفين. بصوا التتبيله مغطيه الفراخ اهو. هغطيها وهسيبها بقى ايه ساعه. بصوا بقى هنا يا حبايبي، انا معايا هنا الكريسبي بتاع ماي واي. جربوه يا حبايبي في اللي انتوا تعملوا الكفر او الغلاف اللي بره الخارجي بتاع البانيه. حاجه بجد بجد بتبقى تحفه واكتر كمان من التحفه. حاجه كده بتديكي قرمشه لمده طويله، البانيه بتاعك بيتن مقرمش لفتره طويله ما بيطراش. حاجه كده متبله بتبقى طعمها جميل جدا جدا في طبقه البانيه الخارجيه. حاجه كده بجد وهم الوهم. تمام. هنا انا حطيت حبه من الخليط اللي هو الكريسبي اللي معانا كده، وزودت عليه كوبايه دقيق. جربوا يا حبايبي الطريقه دي هتعجبكم جدا جدا جدا. هنا بقى بدات اللي اخد من التتبيله الحلوه اللي معايا دي. باخد قطعه من البانيه اللي متبله في التتبيله اللي تحفه دي، اللي قعدت حوالي ساعتين في التتبيله. شربت من كل حاجه في التتبيله بقى من البهارات والحليب وكله. طالعه بقى كده حاجه ايه بتدوب بقى. هتمسكي بقى ايه تطلعي كده قطع البانيه وتمسكيها على الغلاف كده اللي احنا عاملينه الحلو ده، الغلاف بتاع ماي واي الجميل ده. هتمسكيه بقى ايه تضغطي عليه ضغطتين ثلاثه كده علشان خاطر البانيه يمسك عليها الطبقه الخارجيه بتاعت البانيه. بصوا زي ما انتوا شايفين كده.
بصوا بجد بجد حاجة كده تحفة، حاجة تشرفك قدام، لو انت عازمة حد عليه هتشرفك قدام ضيوفك، هتشرفك قدام جوزك، قدام ولادك، حاجة كده بجد ولادك هيدعولك عليها، حاجة كده تحفة. هنا انا بقى بقولك، هنا لو انت حابة الطبقة بتاعتك تبقى محملة كده وجميلة على البانيه، بتنزلي بقى تنزلي بيه هي القطعة بتاعتك في البانيه في التتبيلة اللي معاكي، وترجعي تاني تنزلي بقى ايه بالكفر الخارجي بتاع البانيه ده. لو انت بتحبي الكفر بتاعك يبقى محمل وحلو. تمام يا حبايبي. انا هنا بقى انا معايا زيت زي ما انتم شايفين كده، سبته يسخن شويه زيت حلوين كده ايه عشان البانيه بتاعي يبقى مقرمش وجميل. تمام. هنا كنت بنختبر الزيت حته كريسبي، لقيته سخن. هنزل بقى بايه بكميه من البانيه اللي معايا، وهتبداي بقى اللي انتي يعني ما تقلبيش في البانيه بتاعك غير لما ياخد ايه لون من تحت. ليه؟ عشان خاطر الكفر بتاعك ايه ما يقعش من الايه من البانيه بتاعك. هنا بقى ايه خدت خلاص البانيه بتاعي، خد ايه لون من تحت اهو. هنبداو نقلبه معاكم زي ما انتم شايفين كده، واخد لون جميل من تحت اهو. هتقلبيه بالراحه. بصوا زي ما انتم شايفين الغلاف بتاعي ماسك على حته البانيه ما فكش، حاجه كده تحفه. واسمعكم هنا ان هو مقرمش جدا جدا جدا. جربوا يا بنات بطريقتي كده، هتاكلوا احلى يعني بانيه دقتوه في حياتكم. هنا بقى برضو بنتكه من التكات اللي انا بحبها اعملها على البانيه، ما بحبش اطلعه على مناديل، لا بحب اطلعه على مصفى. في نفس الوقت هيصفي الزيت الزياده بتاعته، وفي نفس الوقت هيتم محافظ على القرمشه بتاعته، مش هيبقى طري. بصوا حاجه كده بتبقى تحفه. بصوا هنا بقى ابدا بقى نقلب بالراحه اهو. بصوا بقول لكم قرمش جدا وتحفه تحفه تحفه. بصوا الزيت بتاعي بسم الله ما شاء الله بيتم بص نضيف، ما بيتحرقش، وبيبقى بيتم نضيف. حته البانيه بتاعتك كده بتاكليها ما بتشبعيش منها. بصوا بوريكم اللي هو مقرمش وجميل واخد لون ذهبي وجميل ازاي. هحمر بقى الباقي كله بالشكل اللي احنا شفناه ده. هنا بقى عندنا بانيه يبقى مكرونه اسباجيتي، والمكرونه بتاعتنا بتبقى سهله جدا جدا جدا. الصلصه بتاعتنا بتبقى خفيفه وجميله، بتبقى صلصه كده تحفه. هنا انا بقى معايا معلقه سمنه وحبه زيت. تمام يا حبايبي. بستنى لما الماده الدهنيه بتاعتي تسخن. بيكون معايا حوالي كيلو الا ربع طماطم. بضربها في الخلاط وبصفيها وبنزل عليها في الماده الدهنيه اللي معانا، تتسبك لغايه لما دهنها ينطر كده على الوش زي ما انتم شايفين. بنزل بالمكرونه بتاعتي، ما بسويهاش سوا جامد، بسيب فيها تكه تكمل سواها فين في قلب الصلصه بتاعتنا. تمام يا حبايبي. هقلب بقى المكرونه في قلب الصلصه اللي معانا هنا، وهغطيها وهسيبها لغايه لما كده تتبخر وتستوي المكرونه بتاعتي كده ايه ونطفوا عليها. بسم الله ما شاء الله. المكرونه تحفه. دي طريقتنا في المكرونه. طب لو انت بتحبي للمكرونه ان انت تسبكي لها ببصله وتومه براحتك، هو الاكل اذواق. احنا بنحب المكرونه بالطريقه دي. لو انت بتحبي الطريقه التانية براحتك، الطريقه اللي تعجبك يعني ايه اعتمديها. دي طريقتي في المكرونه، او بالاخص احنا بنحبوها كده. وكمان لو عايزه لونها احلى من كده كمان ممكن كمان تزوديها معلقتين صلصه على حسب ما انت بتحبي. انا هنا زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله المكرونه بتاعتي اتلدنت وما شاء الله اهي شربت من الصلصه بتاعتها وكملت سواها. بسم الله ما شاء الله لسه نازله من على النار بتبخر زي ما انتم شايفين كده. حاجه يعني والله بجد حاجه كده تفتح النفس. تمام. بنزل بالمكرونه كلها اللي في الحله زي ما انتم شايفين. هبدا بقى ايه، طبعا ما شاء الله يعني طبق ايه عائلي. انا من الناس اللي بتحب دايما يعني بتحب تاكل كلنا في طبق واحد ده. مش عارفه بقى حد زينا ولا لا. هنا بقى هنبدأ نرص مع بعض قطع البانيه اللي معانا. البانيه مقرمش جدا من بره وطري جدا من جوه وريحته قلبة الدنيا، وحاجة كده تحفة، شغل بجد فاخر من الآخر. لو جربتوه بجد هتدعولي، حاجة كده تحفة يا بنات. ودي الطريقة اللي احنا دايما معتمدينها ما بنغيرهاش. بصوا بسم الله ما شاء الله الكمية كمان ما شاء الله جميلة، وبيبقى ما شاء الله حاجة كده حكاية.
حبيت بقى ازوقه بقى اقل حاجه عندنا. قطعت فلفل زي ما انتوا شايفين كده حلقات، لان احنا اكتر حاجه بنحبوها الفلفل. انت ممكن تزوقي باي حاجه، بس انا بحب ازوق بالحاجه اللي احنا ممكن ولادي ياكلوها، فاكتر حاجه ولادي بيحبوها الفلفل. بس زي ما انتوا شايفين كده الطبق بيتكلم وبيتحدث عن نفسه، حاجه كده تحفه. هنا بقى حبيت اقطع لكم حته كمان من ما شاء الله حته تخينه، بوريكم ان هي بصوا مستويه، اللحمه دايبه وجميله جدا وطعمه حكايه. لو عجبكم بقى الفيديو بتاعي ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه، وتصلوا بينا على النبي وتكتبوا لي تعليق حلو. ومع السلامه يا احلى